السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. النهارده روتين بقى في عشق البحريات. انا بحب السمك. عموما متهيألي محدش ما بيحبش السمك يعني. تمام. روتين النهارده هنعمل الغدا الجميل دوت، وكمان ايه هننضف المطبخ مع بعض. اول حاجه انا عندي سمك بلطي كبير وصغير. عملت سمك بولت زي ما بقولك كده كبير، وكان في كمان اللي هو السمك الصغير يعني كان من ده على ده، وكان في سمكتين بوري كده صغننين. عايزه اقول لكم طبعا قلت لكم الكلام ده يعني قبل كده من بدري قوي. اللي متابعني من بدايه ما فتحت القناه عارف ان في حد من قرايب جوزي بيصطاد، فهو بيبعت لنا سمك، فبيبقى فيه السمك الصغير ده. تمام. فبيبقى انواع بقى على حسب بقى يعني، ما انت طبعا مش تختاري. تمام. كمان كنت في السوق قبل كده وجبت البسارية دي. انا بعشق البسارية وبقليها بجد بيبقى طعمها تحفة. فعلا انا بحس ان ده الجمبري بتاع الغلابة، الناس اللي هي ما بتاكل مش قادرة تاكل جمبري ولا تجيب الجمبري. بجد سناكس يعني مش قادرة اقول لكم حاجة تحفة جدا وروعة. وانا بعشقه فعلا. طبعا فصصت توم كده ودقيته بقرن شطة، وتبلت بخل وليمون وملح وكمون وفلفل اسود وشطة لو عايزة. وباروح بقى مقلباهم مع بعض كده، وبحيق السمك كده من جوه، يعني بحط توم كده من جوه السمكه عشان تبقى متشربه. وعلى البسارية حطيت معلقه كده عليهم ونطقتهم كده اهوت، فاتغلفت من بره واتحيقت وبقت جميله يعني خدت من طعم. طبعا ده بيبقى بدري شويه عن الاكل، مثلا بتعمليه قبليها بساعتين 3 عشان يبقى السمك متشرب كده وطعمه حلو. تمام. اول ما قلت بقى ان انا خلاص هجهز السمك، صورته معاكم ان السمك جاهز متنضف ونضيف وكمان متحيق هو والبسارية. وكمان كنت مقطعه السلطه. كان عندي كنت جايبه طماطم وفلفل من السوق، وطلعت فلفل الوان وجزر من الفريزر كنت مفرزاه، وطلعته حطيته كده فك كده مع نفسه. وبدات ان انا كل اللي عملته ان انا قطعت بصلايه زي ما بقول لكم في اخر ما خلاص انا هقدم. قطعت بصلايه وحطيت ملح وفلفل اسود وكزبره وكمون وعصرة ليمونة، وكمان معلقتين من الخل كده، وقلبتهم مع بعض. عايزه تضيفي ميه او ما تضيفيش دي حاجه اختياري. ده بالنسبه لبند السلطه. اما السمك طبعا تبلته بالدقيق. الدقيق بحط عليه دقيق ونشا وكركم وملح وفلفل اسود وبس، ما بحطش اي حاجه تانية. وبقلبه كده مع بعضه. ده بيبقى في شنطه لوحده كده او برطمان. انا ببقى عاملاه للسمك لما باجي اعمل سمك بقلي يعني. بروح مطلعاه والخلطه بتاعتي بتبقى جاهزه كفر يعني. ف عملت سمك يمين وشمال كده، غلفته بالدقيق وبعد كده حطيته في الزيت زي ما شفتوا معايا. وهنا دي البسارية. ممكن تشبكيها كده من الاخر من الديل اربعة او خمسة مع بعضيهم بالشكل دوت. او ممكن تعملي كل واحدة لوحدها عادي، مفيش مشكلة يعني اللي انت مرتاحة فيه. فانا حبيت ان انا اوريكم الشكل لما ازاي تشبكيها مع بعض، لكن الكل عارف ان هو ازاي تعمليها كده مفرفطة لوحدها. الرز قطعت بصلايه كده مع معلقتين زيت، حمرتها لحد ما بقى لونها غامق كده بني. وبعد كده ضفت عليها ملح وكمون وكزبره وفلفل اسود. عايزه تضيفي شطه كمان مفيش مشكله. وسبتها لحد ما الميه غليت ولون الميه بقى بني، ونزلت الرز لحد ما استوى. وبعد كده قدمته مع السمك زي ما انتم شايفين، والسلطه والبسارية دي تحفه تحفه تحفه. يا رب يطعم كل محروم يا رب، ويطعم كل جائع على وجه الارض اللهم امين. ويرزق الجميع بالذريه الصالحه. والف هنا على اللي اكل والف هنا على اللي هيجرب ان شاء الله باذن الله. بس دي اكلتنا النهارده، وده كان يومي يعني يومي في عشق السمك. المهم قلت بقى اروق عليهم بقى ايه، اعمل لهم بقى ايه عصير بقى كده. عندي جوافتين والله العظيم كانوا في التلاجة في الفريزر. طلعتهم قلت بقى ايه، اعملهم يعني واجهزهم. كان عندي لبن، انا بحب اللبن في الجوافة بيبقى كتير وفراولة والحاجات دي بيديني نكهة كده يبقى غني. ما بحبش احط كده ندعتين، لا بحب اللبن يبقى كتير طعمه يبقى ظاهر في العصير. عملت كده ليا ولزوجي ولاولادي وشربنا بعد الاكل بشويه يعني. هنا البخاخه دي بتاعت معطر جو عادي فاضيه، فانا بستخدمها في ايه هقول لكم دلوقتي. حطيت نصها ميه والنص التاني ربع خل وربع كلور او كلوريكس اللي موجود عندك ده او ده. وحطيه. دي بنضف بيها اي سطحيات معقمه جدا وبتنضف جدا. عايزه اقول لكم تحفه تحفه تحفه. نضفتها عمليه الازازه كده، وبعد كده مسحتها نضفتها عشان ممكن تكون مبقعه من ايدي ولا من اولاد ولا حاجه.
وبعد كده بقى دخلت بقى قلت ايه يلا بقى ايه نستعين بالله كده ايه ونقوم ايه ننظف ونشوف اللي ورانا. طبعا كان في حبة مواعين بقى مكان السلطة والاطباق مكان السمك والرز والكلام دوت. فدخلت وقلت بقى ايه يلا يا ايه يا حبايبي كده نغسل المواعين مع بعض ونروق المطبخ. طبعا احنا اتكلمنا في حاجات كتير قوي، واتكلمنا ان احنا ازاي نهتم بالميزانية بتاعة البيت، وازاي نكون كويسين، وازاي نمشي بالقليل، وازاي نكون متواضعين. في ناس ممكن تفتكر ان دوت بخل، لكن هو مش بخل والله العظيم. يعني انا عامله سمكتين بولتي، انا هتكلم على وجبه النهارده. عامله سمكتين بولتي كبار زي ما انتم شايفين، وسمك بولتي صغير، وبسارية ورز وسلطه. فده فضل ونعمه كبيره جدا من عند ربنا، الحمد لله ولك الحمد. يا رب يديمها علينا نعمه واحفظها من الزوال يا رب، اللهم امين. فعايزه اقول لكم ان سمكه بولتي واحده بس من الكبار هي اللي اتاكلت، وثلاث سمكات من الصغيرين. البسارية بصراحه ما قعدتش، خلصت بالهنا والشفا. وبقى طبق رز مع حبه السلطه. انا بقى تاني يوم من غدانا دوت انا هعمل ايه؟ جنب طبق الرز والسلطه هاخد السمكيه البولتي الكبيره على السمك الصغير البولتي الصغير دوت، وهروح عامله تخديعه كده بصلايه بطماطميتين مضروبين في الخلاط، وبروح بقى عاملاهم في صينيه كده وربط الجرجير. يبقى انا كده عملت وجبه تاني، لميت السمك في صلصه في تخديعه، لميتها كده وقلت بقى ايه هنتغدى مع بعضينا تاني يوم ان شاء الله جنب طبق الرز والسلطه، ومش هعمل حاجه تاني. يبقى انا كده زودت الوجبه بتاعتي عشان تقدر تقضينا، وفي نفس الوقت ما غيرتش خالص ولا فكرت ان انا هعمل حاجه تانية وارمي ده ولا اركنه. لا، انا يعتبر زودت الوجبه بتاعتي منها فيها. وطبعا انا البسارية ما عملتهاش كلها، انا عملت الطبق دوت جنب السمك، هقلي الباقي جنب الصينيه اللي انا بقول لكم هعملها دي تاني يوم ان شاء الله باذن الله. وبكده انا استفدت وخدت قضيت اليومين سمك، وكلنا كلنا انا واولادي، لاسره 5 افراد. اولادي صغيرين بس بسم الله ما شاء الله تبارك الله بياكلوا، يعني ليهم نايب ليهم حصه. فاحنا اسره 5 افراد. فعايزه اقول لكم ان انتي احمدي ربنا، قولي الحمد لله على كل شيء، هتلاقي ربنا بيبارك في حاجتك والله العظيم. يعني انتي بس قولي الحمد لله الحمد لله على اقل ما فيها، هتلاقي ربنا بيكرمك باللي احسن منها. وطول ما انت راضيه بنصيبك وراضيه باللي قدامك وراضيه بعيشتك وراضيه بيها، يعني فربنا هيكرمك وهينولك اللي في بالك ان شاء الله باذن الله. فناس بتقعد تتكلم ايه اللي انت عاملاه دوت، انت مش هين عليكي انت. لا والله يا بنات ده مش بخل بجد، انت كده بتوفري وبتدبري، وفي نفس الوقت يعني الواحد هو ايه دي، يعني السمك او اللحمه او الفراخ، انتي مش بتاكلي السمك حاف بعينه اللي هو عايزه منه مثلا 5 سمكات عشان تشبعي، او عايزه مثلا 5 قطع فراخ عشان تشبعي، او عايزه مثلا 6 قطع عشان تشبعي. لا، ده بيبقى نايب، ده نايب زي ما قلنا. فالنايب ده بيبقى منه قطعة واحدة بس، انتي ما بتاخديش 1000 قطعة. فاللي هو انتي لو عملتي قطعة ليكي وقطعة لزوجك وقطعة او قطعة لكل مثلا فرد من اولادك، ايا كان عدد كتير او قليل، ربنا يبارك في اولادنا جميعا. فدي حاجة حلوة جدا وكويسة. ويعني الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. انتي كده هتبقي وفرتي ودبرتي، وفي نفس الوقت ما حرمتيش عيلتك ولا جوزك ولا نفسك ولا اولادك ولا اي حاجة. فامشي بالقليل وامشي يعني بما يرضي الله، ما تبزريش. في ناس مش لاقيه فعلا لقمه العيش، مش هقولك البطايه ولا الطعميه ولا الفول، مش لاقيه لقمه العيش. فان انت تمشي بالقليل فدي حاجة كويسة، مش حاجة وحشة جدا، ولا هو بخل ولا هو يعني البخل ده بيبقى ليه معاني تانية للناس اللي هي ما بتفهمش، يعني مع سوري في اللفظ، الناس بتبقى مش فاهمة وجاهلة فبتقول على اي حاجة بخل وخلاص. لكن انا مش شايفة ان هي فيها بخل خالص، بالعكس انتي بتوفري وبتحاولي ان انتي تلمي الميزانية بتاعت جوزك وبيتك، عشان في مصاريف تانية، عشان هي الحياة مش اكل وشرب. احنا بناكل لقمة حلوة، انتي بتاكلي لقمه ما حرمتيش نفسك وما حرمتيش اولادك وما حرمتيش جوزك، بتاكلي وبتشربي وعايشه حياتك، وفي نفس الوقت بتوفري وبتدبري. فدي الست الناصحه والست الجدعه هي اللي تقف جنب جوزها وتاكله الحلو كله، وفي نفس الوقت بالقليل وتقدر تعيش وتستحمل. لكن بقى اللي هو لا انا ما يكفينيش المصروف دوت، انا عايزه معرفش كام كيلو لحمه في الشهر، انا عايزه معرفش كام فرخه في الشهر، انا عايزه معرفش ايه. ميزانيه البيت يعني هتخلص في غاز وفي كهرباء وفي ميه، في مصاريف اولاد، في دروس، في مثلا تهتم بيهم تعمل لهم سندوتشات، فحاجات تانية ليها مصاريف. الحياه مش كلها لحمه وفراخ والكلام ده. فامشوا بالقليل،
امشوا على قد ظروف كل واحد، تمشي على قد ظروف جوزها. دي مش حاجة عيب خالص ولا حاجة حرام ولا حاجة تقل منك، بالعكس دي حاجة بما يرضي الله، حاجة قال عليها ربنا ان انتي ما تصرفيش، ما تبقيش مسرفة، وفي نفس الوقت ما تبقيش بخيلة. فانا وجهة نظري ان انا كده مية مية تمام، ست شاطرة ست جدعة، ان انا على قد ظروف جوزي ماشية، وفي نفس الوقت بناكل ونشرب، مش حارمة نفسنا يعني نفسي ولا اولادي ولا زوجي من حاجه. الحمد لله، لك الحمد الحلو كله بنعمله. بعمل حلويات، بعمل قرص، بعمل كل حاجه بنعملها في اليوميات بتاعتنا وروتينات، وكل حاجه بقدمها يعني قدامكم. فكل حاجه احنا بنعملها، فاحنا مش حارمين نفسنا من حاجه. الحمد لله لك الحمد، احنا بنعمل في البيت، بنوفر وضامنين النظافه، وفي نفس الوقت هتبقى ميزانيه كبيره لو انت هتجيبي من بره. يا رب الفيديو يعجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا منه. ولو انت استفدتي منه ما تنسينيش في اللايك وفي الشير مع احبابك واصحابك وحبايبك. ويا رب يكون الفيديو عجبكم مرة تانية، وما تنسونيش في اللايك بقى ودعوة حلوة منكم. واشوفكم على خير فيديو جديد، واتمنى لكم الستر والصحة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.